برج الثور، برج من اكثر الابراج حظا هذا الشهر. والله يا ثور انا من اول السنه بقول لك ان انت من اكثر الابراج حظا. عارفه ان بيطلع تعليقات من ناس كتير يقولوا لنا لا والله ما شفناش حظ، ده انا رجلي اتكسرت تاني يوم، ده انا ايدي اتخلعت بعدها بيومين، ده انا ضرسي مش عارفه حصل فيه ايه. يا جماعه خلي تعليقاتنا ايجابيه ارجوكم، بلاش تعليقات سلبيه، في ناس بتتاثر بالتعليقات السلبيه دي. خلي تعليقاتكم ايجابيه، ولا يعني ولا معلش ان رجلك تتكسر او ايدك تتجزع او وشك يحصل له كدمه او ان ضرسك يوجعك. ده ليه علاقه بالابراج، ده ليه علاقه بالقدر. فيعني افصل شويه الفلك وعلم الفلك عن القدر من فضلكم. خلينا نتكلم عن برج الثور ونقول له ان انت الشمس موجودة في بيتك الثالث، بيت العلاقات، يعني انت علاقاتك منورة يا برج الثور. طبعا مع وجود الجوزاء فيها المشتري، كوكب الحظ الأكبر موجود في بيت المال بتاعك، فأنت من أكثر الأبراج تحقيقا للمكاسب المادية والعملية يا برج الثور الفترة اللي احنا فيها دي، خصوصا من أول 25/5 حتى الآن. طبعا الشمس انتقلت من برج الجوزاء اللي هو بيت المال عندك، راحت لبيت العلاقات والبيت الأصدقاء والبيت الصحبة والبيت العائلة. وانت عندك الحمد لله أمور بتنحل وحاجات عقد ابتدت تنفك ومصالحات ابتدت تحصل على محيطك الأسري والعائلي. الدنيا معاك ابتدت تنصلح بقدر كبير جدا جدا يا برج الثور على المستوى ده. أما على مستوى علاقاتك العملية فأنت مسيطر بشكل جيد جدا، من الأبراج المديرة أو الإدارية أو الإدارية يا برج الثور اللي عارف تدير حياتك إن شاء الله بشكل كويس. تاريخ 2/7 إن شاء الله عطارد هينتقل وهيروح لبرج الأسد بيتك الرابع، فشوية بيمثل شوية قلق عليك. برضو بتاريخ 22/7 الشمس هتنتقل لبيتك الرابع، وهنا بتعمل تربيعة فلكية معاك يا برج الثور، ممكن يكون فيها شوية مشاكل، شوية أزمات، شوية خناقات، شوية عصبية ملهاش لازمة، انكشاف لناس انت ما كنتش عايز تكتشف ان هم خاينين، سقوط أقنعة عن ناس كتيرة جدا جدا، وقوع في بعض المشاكل اللي احنا ما نتمنالكش ان انت تقع فيها. خلي بالك كمان من توقيعك على أحد العقود اللي ممكن تكون مش عقد عمل، ممكن تكون عقد خديعة، فخلي بالك جدا من دي يا برج الثور الفترة اللي جاية. كمان عندك الزهرة هتنتقل إلى برج الأسد بتاريخ 11/7، وده برضو أنا بقول لك فيه خلي بالك، لكن ده مش هيأثر معاك في حاجة، حظك بس ممكن يبقى أقل شوية. بدل ما أنت كنت كل ما تمشي تلاقي زي ما بيقولوا كده بيضة ذهب في الأرض، ممكن كل ما تمشي 4 خطوات تلاقي البيضة مش كل خطوة. فالدنيا ممكن تتأخر معاك شوية، لكن هتلاقي برضو البيضة الذهب في الآخر، وهتلاقي الحاجة اللي انت مستنيها في النهاية، وهتحقق الحاجة اللي انت عايزها حتى لو كان فيها تأخر ولو بسيط، المهم ان انت في الآخر هتحققها. بتاريخ 21 المريخ هيدخل لبرج الجوزاء، وهنا بقول لك بقى لا خلي بالك على إطار أسرتك وعلى علاقاتك الأسرية بالذات، وعلى علاقاتك بالشريك بتاعك بالذات. يعني في تاريخ 21 ممكن يبقى فيه مشكلات مع الشريك العاطفي بتاعك أو مع أسرتك، في محيط الأسرة، في محيط العائلة، في محيط الأطفال، في الناس اللي موجودة حواليك، فده اللي لازم تخلي بالك منه جدا جدا يا برج الثور. بتاريخ 22 إن شاء الله الشمس هتنتقل وهتروح لبرج الأسد زي ما بنقول بيتك الرابع، والتربيع الفلكية اللي أنا بقول أنا بقلق منها شوية، لأنه أي مربع فلكي بيبقى فيه ضغط على الشخص نفسه، ضغط على الشخصية، ضغط نفسي، ضغط عصبي، ضغط عليك بكل النواحي، بتبقى تحت الميكروسكوب، تحت المجهر، الحاجة اللي بتعملها بتظهر على طول، الكلمة اللي بتقولها بترد عليك في ساعتها، بتبقى متاخد، بتبقى عصبي، بتبقى مشدود، بتبقى أعصابك مش اللي هي، بتبقى مستني حاجة وما بتحصلش، بتبقى نفسك في حاجة وما بتتمش، بتبقى عينك على حاجة وما بتطولهاش، فهنا بيبقى شوية برج الثور بيبقى عندك شوية عصبية. أي حد الشمس موجودة في بيته الرابع يبقى عنده ده، مش انت بالأخص. تاريخ 26 إن شاء الله عطارد هينتقل من بيتك الرابع هيروح على بيتك الخامس اللي هو برج العذراء. مش بس بيتك الخامس ده بيديلك دعم كبير جدا جدا، لا ده كمان بيكون بالنسبة لك هو طوق النجاة او المنفذ. هقول لك ليه، لان برج العذراء هو برج ترابي صديق ليك، دي اول حاجه. تاني حاجة البيت الخامس يعني بيت تحقيق الأمنيات وبيت تحقيق الرغبات، ومعنى ان انت الشمس هتدخل فيه ان انت هتقدر تحقق امنياتك ورغباتك بشكل كبير جدا جدا، وهتقدر تنجح كمان في مجالات كتيرة جدا يا برج الثور. تاريخ 26 انت بنقول ان عطارد هيكون موجود في برج العذراء اللي هو البيت الخامس اليك،
والشمس هتكون موجودة بتاريخ 22/7، وده معناه إن أنا باقول لك بس يا برج الثور ممكن تخلّي بالك من بعض الأشياء، لكن في نفس الوقت باحذّرك من أمور صحية يا برج الثور. أرجوك لو سمحت حافظ على صحتك، حاول إن أنت تلعب رياضة، أو حاول إن أنت لو حسيت بأي حاجة غير طبيعية معاك في جسدك، في أسلوب حياتك، في دنيتك، في أي حاجة، الجأ إلى الطبيب المختص سريعًا جدًا، جدًا. ما تعطّلش نفسك وما تتأخرش إن أنت تتعرض على طبيب بسرعة لو في أي حاجة، لأن صحيًا ممكن يكون في وعكة صحية، ممكن يكون في حاجة أو أمر صحي يطرأ عليك يخلّيك تبقى بعد كده قلقان من بعض الأمور. برج الثور الشهر ده شهر كويس جدًا، جدًا، جدًا معاك لحد يوم 26، يعني لحد يوم 30. أنا شايفاه إن هو شهر هيكون ماشي معاك كويس جدًا، جدًا، لوجود الشمس في بيتك التالت ولوجود الدعم اللي أنت بتحبه واللي أنت بتتمناه. أتمنى لك يا برج الثور فترة من السعادة والسرور والهنا والخير والبركة، ونتمنى لك إن أنت تحقق كل أمنياتك. وكان معاكم سارة فودة، خبيرة الطاقة والتاروت والفلك. سلام.